برج الجدي. البرج اللي انا يعني كان صعبان عليا جدا السنين اللي فاتت، لكن بصراحه السنه دي انا بقول لك يا جدي شابوه، تعديت بمرحله صعبه الحمد لله والشكر لله. انا عارفه ان هي مهما كانت الصعوبه لسه فيها ثقل عليك الدنيا، لو لسه الدنيا مش ماشيه حلوه قوي زي ما انت كنت مستني، لو كل الكلام دوت، لكن انا عارفه انها ابتدت تفك فتفتح معاك يا برج الجدي ان شاء الله باذن الله. والشهر ده يكون من اسعد الاشهر اللي هتمر بيها يا برج الجدي. تعالى بقول لك ليه. اول حاجه الشمس موجوده في برج الاسد، الشمس موجوده في برج الاسد، وكمان هيكون معاك لسه الزهره موجوده في برج الاسد، وعطارد هيرجع لبرج الاسد ان شاء الله بيتك الثامن. طيب ايه اللي هيحصل في الفتره دي؟ عندي انتقال لعطارد من يوم 5 أغسطس، هيرجع من برج العذراء هيروح على برج الأسد بتراجع. مش مؤثر عليك وحش يا برج الجدي، بالعكس مؤثر عليك كويس جدا. الفترة اللي جاية دي اللي هي من يوم انت عندك من يوم 21/7 لحد يوم 21/8 انت عندك فترة من الانفراجات الهائلة. انتهاء فترة مشاكل، انتهاء فترة قلق، انتهاء فترة صعوبات، كان في حاجة انت بتمر بيها وربنا نجاك منها وهينجيك لسه من حاجات تانية كتير جاية الفترة القادمة. عندك فترة من توقيع العقود رائعة، عندك فترة من المكاسب المادية الهائلة، هيتعرض عليك عقود عمل جديدة هتخليك تحس بانك انت عندك استقرار مادي. فترة سداد ديون يا برج الجدي ان شاء الله بإذن الله. عندك فترة حلوة هتاخد فيها حقك، كل اللي صبر الفترة اللي فاتت على ايام صعبة وايام كانت فيها مصاعب وتعب وضيق وكل الحاجات دي وكرب، تنتهي خلاص، تفتح معانا في فترة جديدة، فترة حلوة، فترة جني ثمار حلوة اتروت بالصبر. تخيل لما يكون عندك أرض أنت رويتها واشتغلت فيها بالصبر، يعني هتثمر إيه؟ أكيد ثمار حلوة، نافعة، حلوة طعمها حتى حلو، هتبتدي تحس بحلاوة طعمها الفترة اللي جاية يا برج الجدي. أنا عارفة إن طالت الفترة عشان تاخد حقك من ناس كتير، عندك مرحلة للتخلص من أشخاص مؤذية في حياتك، أنت بالفعل عندك نظرة ثاقبة، إحساسك عالي جدا يا برج الجدي بكل شيء بيحصل حواليك، فترة من جني الأموال الهائلة. أنا عارفة إن شهر 7 كان شهر تقيل عليك شوية يا برج الجدي، لكن الحمد لله ربنا عداه على خير، وده بسبب شمس السرطان. كانت شهر صعب شوية لكن ربنا نجاك منه وعداك منه على خير، ألف حمد وشكر. من يوم 15 أغسطس عطارد هيبقى في برج الأسد، طبعا احنا عارفين، ومعاه الزهرة في بيتك الثامن. انفراجة مالية وتخلص من فترة صعبة مأساوية انت كنت فيها، هيحصل عندك استقرار مادي الفترة اللي بعدها. من يوم 22 بقى ان شاء الله أغسطس الشمس هتكون موجودة في برج العذراء، برج صديق ليك جدا جدا لأنه برج ترابي زيك، فهتبتدي تشم نفسك وتتنفس كده وتقول الحمد لله يا رب، وتبتدي تدخل في حاجة كويسة، لأنه كمان الشمس هتكون موجودة في بيتك التاسع، وده معناه بيت الرزق الواسع. يعني عندكم ان شاء الله فتره كويسه. الحاجه الوحيده اللي انا احذركم فيها من تراجعات عطارد، ما تتكلمش كتير يا برج الجدي، حاول تسمع اكتر ما تتكلم، وده طبعك انت بتسمع فعلا كويس قبل اكتر ما تتكلم. اي عقد هتمضي عليه راجع بنوده كويس قوي، راجعه واقراه مره واثنين وثلاثه واربعه. مستحقاتك وفلوسك دايما عد كويس قبل ما تغادر المكان اللي انت فيه، دور على حقك ما تسيبهوش يا برج الجدي، لان انت هتاخد كل حقوقك ان شاء الله باذن الله خلال الشهر ده والشهر القادم اللي هو شهر 8 وشهر 9، من الاشهر الجميله جدا جدا معاك يا برج الجدي. عارفه ان ممكن يكون كان فيها شويه قلق في شهر 7، لكن ربنا حلها لك بانتقال الشمس لبرج الاسد من يوم 21/7. الدنيا اتغيرت معاك تماما يا جدي، بقيت تحس بتفاؤل، بقيت تحس بان في حاجه حلوه هتدخل لحياتك، خبر حلو هتسمعه على فكره يا برج الجدي، عندك اخبار كويسه. الناس اللي كانت مستنيه شغل عندكم توقيع العقود ان شاء الله باذن الله، الناس اللي كانت مستنيه حاجه حلوه ان شاء الله باذن الله انا شايفاك بتعملها الشهر ده يا برج الجدي، وعايزاكم تبشرونا في التعليقات
اللي مش هيبشرنا والنبي ابوس ايديكم ما تتعبوناش وتقولوا لنا حاجات تضايقنا. انا بزعل عليكم وبتضايق لما بشوف تعليقات ان الناس حصل عندها مشاكل. والله اتمنى لكم ان ربنا يحل لكم مشاكلكم كلها وتكون شهر سهل وسلس ولين عليكم كلكم، حتى مع تراجعات عطارد اللي عامله زي البعبع علينا كلنا. ربنا يا رب يعديها على خير، تكون فتره سهله. ده اخر تراجع هيحصل السنه دي، هي حصلت معانا مرتين، تراجع في برج الحمل وتراجع المره دي في برج الاسد، وخلاص مفيش تراجعات تاني، وبعدها عطارد هيمشي في خط سيره مظبوط. الزهره بتدينا دعم حلو جدا لانها موجوده في برج العذراء الشهر ده. يا برج الجدي الزهره مديالك دعم حلو جدا جدا لوجودها في برج صديق ليك وبرج داعم ليك جدا جدا. عطارد هيكون موجود فيها لغايه يوم 5 اغسطس، وبعدها بينتقل مره ثانيه الى برج الاسد على فكره. وبرده هنا انا ما عنديش مشكله انه موجود في بيتك، بيت الرزق، ومعاه الشمس بتديني نوع من انواع التوازن الكويس جدا جدا. فالدنيا ان شاء الله هتمشي معاكم حلوه وكويسه وجميله، وربنا يا رب يسعدكم ويهنيكم ويصبركم ويديلكم كل حاجه حلوه يا برج الجدي. انتوا تستاهلوها على صبركم، سنين كتيره فاتت، مش بس اشهر فاتت، لا سنين كتير انتوا صبرتوا. ربنا يعوض عليكم صبركم ويديكم الخير والسعاده. كان معاكم ساره فوده، خبيره الفلك والتارot والطاقه. سلام عليكم.